مرحبا، اليوم رح أسوي لكم وصفة كتير عزيزة على قلبي لأنه الوصفة هاي من أكثر الوصفات اللي اتطبقت في مطبخ سمر. الوصفة هي البسبوسة الملكية بالهيل والزعفران، وهي عبارة عن طبقة من البسبوسة وطبقة من القشطة. أول شيء رح أحطه هو كوب من السميد الوسط، 4 معالق كبيرة من السكر، ربع معلقة من شعيرات الزعفران، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الهيل. بدي أخلطهم مع بعض النواشف كلهم. بعدين بضيف الزيت، وعندي القشطة مستخدمة علبة 170 جرام. وآخر شي رح أحط بيضة، طبعاً معلقة صغيرة من الفانيلا. رح أخلطهم كلهم مع بعض. طبعا رح احتاج اني احطهم بصينيه واخبزهم بالفرن. انا مستخدمه صينيه التشيز كيك ودهناها بالهرده او الطحينه، دهنتها لنصها بس ما دهنتها كامله لانه فوق رح احط القشطه فما بدي اياها تكون الحواف اللي فوق في عليها طحينه. طبعا لا تنسوا تحموا الفرن قبلها ب10 دقائق على 170 او على حراره 170. أنا عن نفسي بخبزها على طول لأنه السميد مو خشن فمش لازم نستناه إنه يرتاح، هو على طول رح يستوي معنا. صفرتها بهالشكل، هلأ بدخلها على الفرن لمدة 20 دقيقة. طبعا أنا عاملة واحدة من قبل، رح أجيبها ورح أحط عليها القطر وهي سخنة 5 دقايق ترتاح. خلال هالفترة رح أبلش أعمل القشطة. أول شي رح أحط كوبين من الحليب السائل، بعدين رح أحط علبة كبيرة من حليب نسلة المكثف المحلى، وكمان رح أزيد عليهم هيل وزعفران. ببلش أحركهم. قبل ما يغلي لازم أحط عليه النشا اللي أنا مجهزاه. رح نجيب ال4 معالق نشا المدوبين بالحليب، طبعا بنحركهم شوي وبنصبهم مع التحريك المستمر. طبعا أول ما نصبه رح يبلش يتكثف معانا الحليب. بعد تقريبا دقيقة هيو جمد معي. اللي راح أعمله إنه راح أخده وأصبه فوق طبقة البسبوسة وهو سخن على طول. الريحة مش طبيعية، ريحة الهيل والزعفران كتير حلوة. بنوزعها بهالشكل، بنحاول إنه نفردها فوق طبقة البسبوسة كلها. بس اللي راح نعمله هلأ إنه راح ندخلها الثلاجة أقل شيء 4 ساعات لليلة كاملة، وبعدين رح نزينها. وهلأ بعد ما بردت البسبوسة الملكية بنفتح القالب وبنطلعها وبنبلش نزينها. اللي رح أعمله أول شيء إنه رح أحط عليها رشة خفيفة من حليب نسلة المكثف المحلى عشان أضمن إنه الزينة تمسك عليها. بدهنه طبقة كتير خفيفة بس. طبعا أنا مستخدمة الورد المحمدي، الورد هذا أورجانيك أو عضوي قابل للأكل. وإذا عجبتكم الوصفة أنتم كمان لا تنسوا تجربوها، تبعتوا لي تطبيقاتكم على مطبخ سمر، وكمان لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. مع السلامة.